السلام عليكم. كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه وقلنا ازاي الانجليز خرجوا من مصر. الفيديو ده بقى هنقول ازاي الانجليز دخلوا مصر. حكاية مصر مع الانجليز حكاية قديمة من العصور الوسطى، صراع قديم قوي بين الدولة الإسلامية في الشرق والصليبيين في الغرب. بس مش ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، هنتكلم عن حاجة تانية. مصر لحد سنة أو لحد القرن الستاشر كانت تعتبر هي المكان اللي بتعدي منه كل التجارة بتاعت العالم، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الثلاث قارات. اي حد عايز يروح الهند لازم لو جاي من اوروبا هيعدي ينزل في دمياط او ينزل في اسكندريه، ياخد الجمال ويمشي بيها لحد السويس، والجمال تحمل على مراكب ويطلع على الهند، وهكذا العكس صحيح. لحد ما في مطلع القرن الستاشر البرتغاليين اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح، وتحولت التجارة تماما من عن طريق مصر، بقت تلف التجارة حوالين أفريقيا. بدل الفرهدة وانزل من مراكب واركب جمال، لا أنا هكمل في البحر، هي ممكن تبقى أطول بس في البحر زي ما أنا لحد ما أوصل الهند. الموضوع ده اتسبب في كارثة لمصر. الكارثة دي أدت لضعف دولة المماليك، أو كانت من أسباب ضعف دولة المماليك اللي بعد كده العثمانيين هزموهم واحتلوا مصر لمدة 300 سنة لحد ما جت الحملة الفرنسية. مصر قعدت 300 سنة كاملين. ال 300 سنة دولت بقعة مش مهمة في العالم، ما بيحصلش عليها صراعات، لحد ما قامت الثورة الفرنسية في فرنسا، وبدأوا الفرنساويين عايزين يقطعوا بقى على مستعمرات الإنجليز اللي في الهند. قال لك إن أفضل مكان إنجلترا مسيطرة على طرق التجارة وماسكة كل حاجة، طب إحنا بقى نيجي كده من النص كده ونحط لهم خازوق، والخازوق ده كانت مصر. فالفرنساويين قرروا ان هم يعملوا حملة ويعملوا مستعمرة في مصر، غرضها انها تغتت على انجلترا وتضربها من مصر، تضرب مستعمرات انجلترا في الهند من مصر. وجت الحملة الفرنسية ونابليون بونابرت، وبدأ فعلا الفرنساويين في غزو مصر وقدروا يحتلوا مصر. ومش هنتكلم عن الحملة الفرنسية بس، هنتكلم ان بقى انجلترا بدأت تشعر وتحس بأهمية مصر الجغرافية، ان السيطرة على مصر يعني غتاتة على الهند، والهند دي ايه ده الكنز اللي مفتوح لانجلترا. طيب تعمل ايه انجلترا؟ بدأت تغتت على الحملة الفرنسية، يضربوهم فبقية، يساعدوا الاتراك عشان يهزموا الفرنساويين، يساعدوا المماليك، وهكذا وهكذا لحد ما خرجت الحملة الفرنسية من مصر. تقوم انجلترا سنة 1807 تعمل حملة اسمها حملة فريزر على مصر عشان تغزو مصر، لكن الحملة دي باءت بالفشل، واهل رشيد عملوا معاهم الواجب والصح والجامد قوي. وبعد كده تبدأ الأوضاع تستقر لمحمد علي ويبني دولة مصر الحديثة. خلفاء محمد علي ما كانوش على نفس حنكة وقوة وذكاء محمد علي. خلفاء محمد علي كانوا عيال مش تمام، وبدأت الحكاية أو بدأ الخراب مع سعيد. أنا بحب سعيد، أو بحب فيها سعيد، ليه حاجات كويسة، بس سعيد بدأ سياسة هي كانت اللي جابت مصر الأرض، وهي سياسة الاقتراض الأجنبي. سعيد كان بيستلف عشان يشتري سلاح، كان مولع بالحرب، كان بيحب السلاح قوي. فتح المدارس اللي اتقفلت بسبب بعد ما محمد علي اتهزم وهكذا، وبدأ يعمل الشغل اللي كان بيعمله محمد علي، لكنه ما قدرش يكمل بسبب مرضه وبسبب ضغط العثمانيين عليه، فمات. وبعد كده انتقل الحكم لإسماعيل. إسماعيل ده بقى كان بسم الله ما شاء الله عليه. إسماعيل كان بيقوم الصبح من النوم عايز يستلف، كان السلف عنده زي الاكل والشرب. اسماعيل اصلا كان راجل مهندس ومتعلم في فرنسا، وكان مولع بالحضاره الفرنسيه، مولع باوروبا، وكان عايز مصر تبقى قطعه من اوروبا. فبدا انا عايز ابني مدن، عايز ابني ميادين، عايز ابني جسور، عايز ابني مش عارف ايه، عايز ابني حديقه الحيوانات، ابني ويستلف، يبني ويستلف. لدرجه ان في افتتاح قناه السويس الراجل ده عمل حفلة يعني كلفها ملايين الملايين عشان خاطر يتمنظر قدام حكام وملوك اوروبا. ده وكان هو كمان على علاقة بامبراطورة فرنسا، بنى لها قصر عشان تقعد فيه كام يوم اللي هتيجي تقعد فيهم في مصر. بسبب سياسة الخديوي اسماعيل، اللي هي كان كل ما يتزنق يستلف، وصلت ديون مصر في زمنه ل 192 مليون جنيه.
وابتدى يبيع في اسهم قناه السويس. ما كفتش، تيجي انجلترا وفرنسا يقول لا طب بص بقى احنا عايزين فلوسنا بقى بالصلاه على النبي. احنا عايزين ايه؟ عايزين فلوسنا. احنا هنعمل عندك حاجه اسمها مراقبه ثنائيه في الحكومه المصريه، لان احنا لينا اسهم في قناه السويس. انجلترا اشترت اسهم مصر في قناه السويس كلها، اللي هم 49% الباقيين اللي مصر اشتريتهم انجلترا. تمام كده، بقت انجلترا ليها النص تقريبا وفرنسا ليها النص. بالاضافه احنا هنعمل لك مراقبه ثنائيه في الحكومه بتاعتك. طبعا انت راجل مديون ما تعرفش تفتح بقك. فبداوا يتدخلوا في الشؤون المصريه. عدد الاجانب في مصر زاد جدا، بدات تحصل حوادث بين المصريين والاجانب. بدات انجلترا تتدخل في شؤون مصر اكتر واكتر بغرض حمايه الاجانب. الخديوي اسماعيل حصلت بينه وبين السلطان العثماني مشاكل فتعزل، وجي بعد منه ابنه الخديوي توفيق. توفيق ده بقى اللي جاي تقول غلب الكل. توفيق ده كان خاين وابن 60 في 70، وكان رامي نفسه في احضان الانجليز قوي قوي قوي، وبسببه او في زمنه كان احوال الضباط المصريين مش قد كده. فالضباط المصريين كان ليهم مطالب فئويه، على راسهم عرابي. الضباط المصريين في زمن الخديوي سعيد او في زمن الوالي سعيد ابن محمد علي كان حالهم كويس قوي، سعيد كان بيعملهم كويس قوي. لكن مع صعود اسماعيل للحكم الكلام ده كله اتغير. فالمصريين كانوا مضطهدين في الجيش، فحصلت الثوره العربيه وبعض المطالب الفئويه للجيش. الخديوي رفضها، حصل قلبان بين الجيش والخديوي، انتهى الامر بتعيين عرابي وزير الدفاع وتعيين محمود سامي البارودي رئيس للوزراء. الكلام ده ما كانش عاجب الانجليز، ما مش عايزين حكومه وطنيه ولا عايزين حد مصحصح. فبداوا يعملوا نزناز ويبداوا يعملوا كده شويه شغل قله ادب في اسكندريه. الاجانب بداوا يدبوا في المصريين والمصريين يدبوا في الاجانب في اسكندريه. فقامت انجلترا قالت لك انا عايزه احمي الاقليات، وبدات انجلترا تعمل ايه بقى؟ تضرب اسكندريه. فراح عرابي بصفته قائد الجيش عشان يدافع عن اسكندريه، وقابل الانجليز بعد ما ضربوا اسكندريه واحتلوها، وراح يستقبلوا بالخديوي هناك. قابلهم في موقعة كفر الدوار. في كفر الدوار قدر عرابي ان هو ينتصر على الانجليز، والانجليز ينسحبوا من كفر الدوار ويروحوا يلفوا من الناحيه التانيه ويقابلوه في التل الكبير. ساعه بعد معركه كفر الدوار دي بقى حصلت اكبر كارثه، او كانت السبب الرئيسي في احتلال الانجليزي لمصر او في هزيمه عرابي، وهي فرمان او بيان عصيان عرابي اللي اصدره السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني. الفرمان ده كان عباره عن ان ما معناه ان انجلترا دوله صديقه للدوله العثمانيه، ان هم جايين باوامر من السلطان العثماني والباب العالي، ودخولهم لمصر ما يعتبرش غزو لمصر، ده هم جايين يحفظوا الامن ويأدبوا عرابي الكافر. يعني عرابي عاصي وكافر، وكل من يؤيده هو كافر وعاصي وخارج عن المله. وتوزع البيان في مصر كلها. البيان ده تسبب في كارثه في مصر، عمل شق للصف المصري. ازاي بقى؟ ده خليفه المسلمين زي ما بيقولوا وبيقول الكلام ده، يبقى كده الخليفه بيقول لنا ما نحاربش، اللي هو الزعيم الديني بيقول ما تحاربوش، يبقى احنا ايه؟ ما نحاربش. وكانت النتيجه ان ضابط من الضباط اللي اتضحك عليهم بالمنشور دوت، كان اسمه خنفس او علي يوسف، كان بيتعامل ويتخابر مع الانجليز، وعرفهم مكان المعسكر المصري فين في التل الكبير، وكمان ده نور لهم الطريق من معسكرهم لحد معسكر الجيش المصري، عشان يصحى عرابي يلاقي الانجليز فوق دماغه وقابضين عليه. وبينتهي بكده الثورة العربية والفترة العربية كلها، وبيتهزم عرابي وبيحتل الانجليز مصر. وطبعا بيخشوا القاهرة دون مقاومة، لان الانجليز دولت جايين بأمر من السلطان العثماني، وحربهم او الجهاد ضدهم هو مش جهاد، هو كفر. وبالتالي خضعت ولانت مصر بالكامل لانجلترا من سنة 1882. ويا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي كان طويل شوية ده، بس الموضوع طويل ومهم يعني. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو، والى اللقاء في فيديوهات تانية بإذن الله. السلام عليكم.